وكده ندخل بقى على السؤال الرابع في give reason. في give reason بيقول لك ال oblique objects form shadows. ليه ال oblique objects بتكون الظل؟ فأنا هجاوب وهقول إيه؟ لأن ال oblique object دي أجسام معتمة مش بتسمح للضوء إن هو يمر من خلالها. فأنا هقول because the oblique objects doesn't oblique objects هو بيتكلم هنا عن ايه؟ الاوبك اوبجكتس. يبقى انا هقول ان الاوبك اوبجكتس دي don't، لان هي جمع يا ولاد. don't don't allow، لا تسمح. don't allow light، لا تسمح للضوء to pass through them، او to through خلاص. okay. السؤال اللي بعد كده بيقول ليه البات can't see at night but they can hunt their prey؟ لأن هما بيعتمدوا يا ولاد على ايه؟ بيعتمدوا على ايه الباتس؟ بيعتمدوا على الايكولوكيشن. برافو عليكم. يبقى انا هقول لأن الباتس دي هي مش بتشوف، ولكن بتعتمد على خاصية الايكولوكيشن، وبتسمع كويس صدى الصوت اللي بيطلع. تعالوا كده نرتب الإجابة مع بعض. يلا هنقول ايه؟ فكروا فيها كده، هديكوا كده ايه دقيقة تفكروا. ليه البات بتصطاد كويس بالليل بالرغم من ان هي مش بتشوف كويس يا ولاد؟ why؟ برافو. ما انا لسه قايلاها يا ولاد، انا لسه قايلاها ان هي ايه، ان هي الباتس بتعتمد على خاصية الإيكولوكيشن. يبقى هقول because they depend on echolocation to find insects at night. يبقى أنا هقول كده because they depend. يعني إيه depend يا ولاد؟ يعتمد على. خلوني كده أعدل الكتابة. depend on، yes depend on echolocation to hunt. طبعا هما بيصطادوا ايه؟ بيصطادوا الانسكتس at night. طبعا because معناها لأن، ودي طبعا أنا شرحتها لكم في فيديو قبل كده. السؤال اللي بعد كده the spinal cord plays an important role in the nervous system to do its function. ليه السباينال كورد بيلعب دور مهم؟ مركزين يا ولاد معايا؟ بيلعب دور مهم في ايه يا ولاد؟ دور مهم في الجهاز العصبي. لان السباينال كورد ده عبارة عن ايه؟ الحبل الشوكي. ليه خاصية مميزة أوي؟ إن هو بيوصل الرسايل للمخ وبياخدها منه تاني. يبقى because the spinal cord هقول because the spinal cord send messages sends أو ممكن أقول can send messages to بيوصل رسائل from the body to the brain and ممكن أقول
vice versa يعني والعكس صحيح. طب انتوا مش هتعرفوها، ممكن نكتفي لحد كده أو نكتب and from and takes them back from the brain to the body. يبقى احنا هنكتب دور السباينال كورد في النيرفس سيستم. طيب السؤال اللي بعد كده if you push two similar toy cars one of them may travel for a longer distance than the other. ليه؟ لو انا بعمل قوة دفع لعربيتين قد بعض two similar toy car one of them واحدة منهم ممكن may travel ممكن تسبق التانية for a longer distance ممكن تمشي مسافة أكبر وتسبق التانية يا ولاد. يا ترى ليه؟ ايه اللي ممكن يخلي عربية هما الأول الاتنين قد بعض عشان بس ما نتلخبطش الاتنين قد بعض ليه ممكن واحدة تسبق التانية وتمشي مسافة أطول؟ يا ترى ليه؟ أكيد لو في اختلاف في القوة. لو أنا مثلا عملت قوة دفع الواحدة أكبر من التانية قوة الدفع هي اللي أقوى وأكبر. فاكرين الجنتل فورس والهارد فورس؟ جنتل بوش وهارد بوش اللي احنا كنا واخدينها يعني بأثر على عربية بقوة أكبر والتانية بأثر عليها بقوة أقل وأسيبهم يمشوا وأشوف مين اللي هيمشي مسافة أطول. فاكرين الكلام ده؟ يبقى أنا هقول إيه؟ due to the difference in the forces that act on each of them. يبقى أنا هقول هنا السبب due to the difference in forces بسبب اختلاف القوى. اوكي بسبب اختلاف يا ولاد القوى خلاص that act on them يبقى السبب هما الاتنين قد بعض متساويين العربيتين متساويين بس ليه ممكن واحدة تسبق التانية؟ لأن في واحدة هتمشي أقوى من التانية بسبب اختلاف الفورسز اللي بتأثر عليهم. السؤال اللي بعد كده give reason when your friend catches a ball that is thrown in the air the movement of the ball is stopped. ليه الكورة لما بتترفع لفوق ويجي حد يمسكها صاحبك مثلا يمسكها فهي بتتأثر كده وبتقف مرة واحدة؟ يا ترى ليه؟ فكروا كده يا ولاد ليه الحاجة بتقف لما تكون في حالة حركة بتقف ليه؟ ها لأن أنا أثرت برافو لأن أنا أثرت عليها بقوة دفع مسكتها في إيدي ماشي. يبقى أنا هقول يا ولاد هكتب كده معاكم due to يعني بسبب pushing force the pushing force of his hand بسبب قوة دفع ايده للكورة دي هي اللي وقفت الحركة بتاعتها. يبقى أنا بقول due to the pushing force of his hand against the ball movement ضد against the ball movement عكس الحركة بتاعة الكورة عشان كده بتقف. وبكده نكون خلصنا أسئلة give reason وهندخل إن شاء الله بعد كده في أسئلة صح وغلط both true or false. أول سؤال some animals have extra abilities that humans don't have. بعض الحيوانات عندها قدرات أكتر من الإنسان and these extra abilities are called supersensory adaptation. Yes supersensory adaptation يعني تكيفات فائقة حسية. Cats have excellent night vision while humans don't. برافو الكاتس عندها طبعا قوة رؤية ليلية عن الإنسان
The main difference between pulling and pushing forces is the direction of the force. الاختلاف الرئيسي بين ال pulling وال pushing هو الاتجاه بتاع القوة. واحدة بتاخدها ناحيتك تسحبها وواحدة بتدفعها بعيد عنك، يبقى صح. سؤال 4 as the height of an object from the earth's surface increases لما الارتفاع بيزيد its potential energy increases لما ده بيزيد الارتفاع بيزيد البوتنشال بتزيد yes. At night cat's eyes look like small lighted lamps. بالليل عيون الكات بتبقى عاملة زي الايه اللمبة الصغيرة اللي بتنور ويقصد بيها ان هي بتلمع. The stopped object can't move until a force acts on it. الجسم اللي واقف مش هيتحرك إلا لو جت قوة أثرت عليه خلته يتحرك، يبقى صح. Unbalanced forces keep an object in its place without moving. هل ال unbalanced forces القوى الغير متزنة هل دي بتخلي الجسم واقف في مكانه بدون حركة؟ لا طبعا، برافو، ده ال balanced forces هي اللي بتخلي الجسم ايه ما يتحركش. The moving objects only have energy while the objects that don't move have no energy. مفيش حاجة اسمها أنا ما عنديش طاقة. حتى لو أنت واقف في مكانك ما بتتحركش، الطاقة متخزنة جواك، يبقى السؤال ده غلط. The moon is not considered as a light source. لا يعتبر مصدر من مصادر الضوء، برافو صح. If two objects travel for equal periods of time. جسمين مشوا نفس المسافات. The object that travels a greater distance راح مسافة أطول has a lower speed سرعته أقل. هل اللي بيمشي مسافة أطول سرعته أقل؟ لا طبعا. السؤال اللي بعد كده when an object moves faster لو في جسم بيمشي بسرعة it gains a larger amount of kinetic energy هياخد أو هيكتسب كمية أكبر من ال kinetic energy. برافو صح. A moving object is not affected by friction force. هل الجسم اللي بيتحرك لا يتأثر بالفريكشن فورس قوى الاحتكاك؟ لا طبعا بيتأثر لدرجة إن هو ممكن يقف. Eyes are one of the five senses. العيون واحدة من أعضاء الحس on which humans and animals depend on to see عشان تعرف تشوف البيئة المحيطة. برافو true. Animals communicate with each other بيتواصلوا مع بعض by using different senses. برافو صح، بيستخدموا حواس مختلفة علشان يتواصلوا. If two objects cover the same distance in the same time جسمين بيمشوا نفس المسافة في نفس الوقت so they have the same speed سرعتهم متساوية. برافو صح، هما بيمشوا نفس المسافة في نفس الوقت يبقى ايه سرعتهم قد بعض. In a complete dark room غرفة مظلمة تماما ضلمة تماما you can use the senses of touching تستخدم حاسة اللمس tasting حاسة التذوق smelling حاسة الشم and hearing حاسة السمع وحاسة الشم ودي حاسة التيست ممكن تستخدمها only فقط. طب ما احنا كده عدينا 4 حواس، الحاسة اللي باقية هي ايه؟ هي حاسة الصيد. طبعا مش هعرف اشوف لان هي غرفة مظلمة تماما، يبقى الاجابة دي صح لان ال4 دول بس اللي انا بعرف استخدمهم. ممكن حد يقول لي التيستينج ممكن اتذوق حاجة وانا قاعدة في غرفة مظلمة عادي، ممكن اكل مثلا، فاهميني؟ we can't create a new form of energy ما بعرفش اعمل عفوا اعمل طاقة جديدة، ما بعرفش اعمل طاقة جديدة and also can't destroy ما بعرفش افني او ادمر الطاقة اللي موجودة. يعني لا بعرف اخترع طاقة جديدة ولا بعرف ادمر الطاقة اللي موجودة. صح، ده قانون من قوانين الطاقة الانرجي اللي احنا كنا خدناه.
انت مش هتخترع طاقة جديدة، وبرضه مش هتدمر الطاقة اللي موجودة، لأن الطاقة بتنتقل، هي هتنتقل، ماشي، هتنتقل من شكل للتاني لكن مش هتنتهي. السؤال 18 the moon is a source of light. هل الكلام ده صح؟ لا طبعا. The cats adapt in the dark as they have a transparent membrane. الكاتس بتتكيف في الظلام لأن هي عندها غشاء شفاف transparent. برافو أيوة هي عندها transparent membrane. The work is a force that slows the moving object. هل الشغل هي القوة اللي بتبطئ slows the moving of object؟ لا، الشغل مش هو اللي بيبطئ من السرعة أو الحركة بتاعة الأجسام، ولكن إيه المفروض تبقى friction force. The gravity force causes decreasing the object speed. هل ال gravity force قوة الجاذبية هي اللي بتقلل سرعة الأجسام؟ لا طبعا، هي الاحتكاك، قوة الاحتكاك. tug of war اللي هي لعبة شد الحبل depends on the pushing force. هل لعبة شد هي من اسمها شد يعني بشد ناحيتي؟ لا طبعا، هي مش pushing، هي pulling. تبقى الإجابة دي غلط. light energy is a form of kinetic energy. هل اللايت energy من أشكال الكاينيتيك energy؟ لأن اللايت energy ده ضوء، والضوء بيسير في خطوط مستقيمة. transparent objects include mirrors and lenses. العدسات والمرايا هي اللي transparent. ركزوا كده يا ولاد في الإجابة، هو جايب لي lenses و mirrors. lenses و mirrors. فكرتوا؟ برافو عليكم. يبقى اللينسز هي اللي ايه؟ هي اللي transparent. العدسات transparent لكن الميرورز مش transparent. الميرورز بتعكس لكن هي مش شفافة. هل انت لو وقفت قدام مراية هتشوف اللي وراها؟ لا، ولكن هتشوف نفسك لان هي بتعكس اللي قدامها، لكن ما بتشوفش اللي وراها. يبقى هي مش جسم شفاف، هي جسم معتم. يبقى انا السؤال ده غلط. by increasing the speed of moving car the distance. لما ازود السرعة بتاعت العربية the distance that it moves will increase. هتزيد المسافة هتزيد لما ازود سرعة العربية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي hitting a tennis ball needs a pulling force. هل لما بخبط كده كرة التنس أنا محتاجة بولينج ولا محتاجة بوشينج؟ برافو، محتاجة بوشينج. يبقى هنا دي غلط، مش بولينج. The chemical energy is a stored energy in the battery. Yes, الchemical energy بتتخزن في البطارية، صح. Potential energy is the energy of moving body. هل البوتنشال energy دي عبارة عن طاقة حركة جسم؟ لا طبعا، البوتنشال energy ملهاش علاقة بالحركة يا جماعة. اللي لها علاقة بالحركة تاني، اللي لها علاقة بالحركة هي الكاينيتيك energy. اوكي، يبقى اللي لها علاقة بالحركة هي الكاينيتيك energy not البوتنشال energy. واضحة دي كويس؟ طيب السؤال اللي بعد كده light travels in straight lines. الضوء يسير في خطوط مستقيمة يا ولاد. هل الكلام ده صح؟ برافو عليكم، فعلا الكلام ده صح. اوكي، السؤال اللي بعده wood is formed transparent material. هل الخشب transparent شفاف؟ لا طبعا. a compressed spring اللي هو المضغوط، السلك المضغوط، الزنبلك يعني، شبه الزنبلك كده. stores بيخزن potential energy. بيخزن potential energy. ماشي يا ولاد، بيخزن potential energy. طيب بعد كده animals that are active during the daytime. الحيوانات اللي هي بتكون نشيطة أثناء الداي تايم، وقت النهار. وقت النهار خدوا بالكم،
daytime يعني وقت النهار. are called the nocturnal animals. لا، أنا المفروض عايزة at night بالليل. Parachutes are used to slow down the speed of shockwave truck quickly. Yes, برافو. When a car crashes into a wall، لما عربية تدخل في حيطة it will not stop، مش هتقف. ليه إن شاء الله؟ خلاص كده، يبقى دي سوري أنا بس إيه بدلت، دي هي اللي إيه، هي اللي غلط. لا، هي هتقف طبعا، اللي فوقها هنكتبها هنا. We eat food to obtain energy. هل بناكل عشان نحصل على الطاقة؟ Yes. Friction is a force that opposes motion. هل الاحتكاك قوة بتعارض الحركة؟ أيوة، بتكون عكسها، هي اللي بتوقف الأجسام. A normal truck can move faster than a jet airplane. هل النورمال تراك الشاحنة العادية بتمشي أسرع من الطيارة؟ لا طبعا. اوكي، لكن الشوك ويف هي اللي بتمشي أسرع. Bats use sound waves. الباتس بتستخدم الموجات الصوتية في التواصل. sound waves in communication. بيرجع لها الساوند ويفز دي على هيئة echolocation. اوكي. Nocturnal animals have bigger eyes than humans. Nocturnal animals الحيوانات الليلية عندها عيون أكبر من الإنسان. Energy doesn't transfer from an object to another. ما بتنتقلش من جسم للآخر. ليه؟ احنا خدنا إن هي بتنتقل. Bats use their sense of smell. الباتس بتستخدم حاسة الشم to avoid danger. هل الكلام ده صح؟ لا طبعا غلط، هي بتستخدم حاسة الهيرنج، السمع. وندخل في السؤال رقم 6. write the scientific term. اكتب المصطلح العلمي. اكتب المصطلح العلمي بنحط خط تحت، هحط لكم بس عند أول سؤال تحت أول كلمة عشان نعرف هو عايز إيه. في أول كلمة في أول جملة أو أول كلمتين مكتوب a group of ants، يعني مجموعة من النمل. يبقى أنا هكتب اسم المجموعة هنا. that is responsible for sending a smelly message when there is a shortage of food. مين اللي بيبعت رسالة لما بيكون في نقص في الأكل؟ برافو، nurse ants. السؤال الثاني. the force that pulls objects downward. القوة اللي بتسحب الأجسام لأسفل. قوة إيه؟ برافو، الجرافيتي. يبقى الجرافيتي force. وعلى قد ما نتذكر كده نكتب أول حرف في أول كلمة capital. form of energy نوع من أنواع الطاقة which the light waves الموجات الضوئية move through. the light waves move through نوع من أنواع الطاقة اللي الموجات الضوئية بتمشي خلاله. فأنا ممكن أقول إيه؟ light energy. اوكي. السؤال اللي بعد كده. it's the visible form of energy. النوع المرئي من الطاقة هي برضو الطاقة الضوئية. light energy. اوكي. السؤال اللي بعد كده يا ولاد. it is a type of force نوع من أنواع القوة that makes object move away بتبعد عنك. يبقى pushing force. okay. السؤال اللي بعد كده. the energy that is stored بخزنها في الأكل وفي البطاريات. هيا يا ولاد هتبقى ايه؟ برافو، potential energy. okay. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ the time taken الوقت اللي بياخده أي كائن حي to respond to different information. وأنا قلت لكم لما تلاقوا كلمة the time to write the scientific term هو وقت بس اللي احنا خدناه، وقت وحيد اسمه ايه؟ reaction time. برافو عليك، reaction time زمن الاستجابة. flying living organisms نوع من أنواع الكائنات الحية بتطير that build their nests
بيبنوا العشة بتاعتهم. سوري يا جماعة، السؤال رقم 8 ده مش علينا. It's the force. السؤال رقم 9 بقى. It's the force that is exerted when object rub يعني يحتك against each other. يبقى ايه؟ friction force. برافو. يبقى دي friction force. the main control center. مش محتاجة أكمل. يبقى أنا هكتب the brain المخ. يا ولاد بعد كده السؤال رقم 11. the energy نوع من أنواع الطاقة of an object due to its motion يعني نتيجة حركته هيبقى ايه؟ kinetic energy. السؤال اللي بعد كده 12. the organ used to differentiate between the taste. العضو اللي بيفرق ما بين الأطعمة المختلفة of different types of food. الأورجن العضو ايه؟ ها؟ tongue. برافو عليكم. اللسان. اوكي اوكي يا ولاد. طب انا مثلا مش عايزه اكتب اللسان، ممكن اكتب mouth الفم. السؤال اللي بعد كده the energy that is used to operate the television. ايه الطاقة اللي بتشغل التلفزيون يا ولاد؟ برافو electrical energy. السؤال اللي بعد كده they include the eye, nose, ears, tongue and skin and they receive information from the surrounding. طبعا هي sensory organs أعضاء الحس. يبقى دي sensory organs أعضاء الحس. اوكي يا ولاد. أعضاء إيه؟ أعضاء الحس. خلينا نرجع لكلمة tongue تي او عشان بس الكيبورد كتبتها غلط. تي او ان جي. ماشي. دي يو بعدين اي. اوكي ده خطأ في الكتابة بتاعت الكيبورد. tongue يعني لسان، وده اللي بعرف بيه تيستينج. بعرف اعمل تيستينج تذوق او تيست. طيب سؤال رقم 15. a type of surface that reflects light بيعكس الضوء in different directions في اتجاهات مختلفة. يبقى نوع السطح ده ايه؟ برافو سطح خشن rough surface. ماشي. the organ يبقى انا هكتب اسم عضو used to differentiate between different scents. يعني ايه كلمة scents؟ روائح بتساوي كلمة odors. ايه هو العضو ده؟ برافو the nose. It delivers messages between the spinal cord and different body organs. ايه اللي بيستقبل ويبعت delivers messages between the spinal cord الحبل الشوكي والأجزاء المختلفة من الجسم أو الأعضاء بتاعة الجسم. طبعا الإيه؟ الأعصاب the nervous. يبقى أنا هكتب nervous. الأعصاب هي هي حلقة الوصل ما بين السباينال كورد والdifferent body organs. ممكن أكتب حاجة تانية. ممكن أكتب لا خلينا في النيرفس. أنا كنت هقول لكم sensory receptors. sensory receptors ممكن برضو تنفع. sensory receptors مستقبلات الحس. ماشي. ما هي مستقبلات الحس دي برضو نوع من أنواع الأعصاب. ندخل بقى في السؤال رقم 7. correct. هنصحح الكلمة اللي تحتها خط. hearing is one of the weak senses عند اليربوع المصري. لا طبعا هشيل كلمة weak وهحط is one of the strong أو sharp. خدوا بالكم sharp senses. حلو أوي sharp senses دي. ماشي. أو بدل كلمة sharp لو أنت مش عارفها ممكن أكتب strong تنفع برضه. طيب the friction between the cars A and the road decreases the speed of the car. قوى الاحتكاك ما بين A في العربية والطريق. ها برافو tires اللي هو الإطارات بتاعة العربية tires T I R E S.
The balanced forces the object to move. هو عايز يشيل كلمة the balance، طبعا الجسم بيتحرك يبقى هي ايه؟ unbalanced. unbalanced forces اللي هو القوى الغير متزنة هي اللي بتخلي الجسم يتحرك. يبقى السؤال اللي بعده potential energy depends on the speed، اللي بيعتمد على سرعة الأجسام. ايه energy؟ تعبنا من السؤال ده. kinetic. ماشي، مش هكتب energy لأن energy already مكتوبة، أنا بصحح الكلمة اللي تحتها خط بس. رقم 5 the sense of eyesight، حاسة الرؤية عند البوم يعني is weaker than that in bats، أضعف من الخفافيش. لا طبعا هي أقوى. is stronger، ماشي، أقوى. طيب جايب لنا بقى في السؤال رقم 8 كلمات أو materials، مواد أو objects، أجسام، وعايزين نعرف مين فيها اللي معتم ومين فيها اللي transparent. سؤال سهل خالص. فأنا هاخد wood إيه؟ برافو عليك. يبقى أنا هكتب هنا الوود، الخشب ده معتم. طب مين زيه اللي هنا معتم؟ برافو، الميتال. طيب أنا عايزة أعرف برضو مين اللي شفاف؟ اير، برافو، الهواء. والووتر. اوكي، سؤال سهل طبعا خالص. طيب الأسئلة اللي بعد كده بقى هي أسئلة أشكال كده وإحنا بنحل. فهو عايزك هنا تعمل إيه؟ look at the figures then choose if the forces are balanced or unbalanced. المفروض أبص للصور واختار هي القوة اللي في الصورة دي قوة متزنة ولا غير متزنة. فأنا شايفة في أول صورة الكتاب محطوط على الترابيزة، هل الكتاب بيتحرك؟ لا ما بيتحركش. طب أنا قلت الحاجة اللي ما بتتحركش تبقى دي إيه؟ balanced ولا unbalanced؟ balanced. طيب السيسو بيتحركوا يبقى unbalanced. السؤال اللي بعد كده بيقول لك look at the figure then answer. بص للصور اللي عندك وبعد كده جاوب. فأنا عندي الصورة الأولى figure A، فأنا شايفة الريز، الأشعة هنا بتسقط، الضوء بيسقط وبينعكس من على السطح في نفس الاتجاه، يعني كل ما يسقط كده ينعكس في نفس الاتجاه. ولكن في الفيجر B أنا شايفة إن اللي بيسقط بينعكس في اتجاه مختلف. أدي أول اتجاه، أدي تاني اتجاه، أدي تالت اتجاه، أدي رابع اتجاه، يبقى different direction. إنما ده in the same direction. فهو هنا بعد ما شفنا الصور هو بيقول لك which figure is considered a mirror surface. طبعا الميرور سيرفيس يا ولاد لازم يكون له شرطين. امتى السطح يكون ميرور يعني ايه؟ يعني زي المرآة، يعني يكون سطح عاكس بمعنى أصح. حتى تلاحظ ده ايه؟ ده مساوي كده انما ده ايه؟ رف. ده سموث انما ده رف. فانا عندي شرطين، لازم عشان السطح يكون عاكس لازم يكون سموث ناعم ويكون شايني لامع. فانا هنا عندي انهي صورة فيهم، فيجر A ولا فيجر B؟ اللي السطح فيها بيكون mirror surface. برافو عليك. فانا هختار فيجر A. ماشي، فيجر A. طب هو بيقول لك why، يا ترى ايه السبب؟ ان السطح ده هو الميرور سيرفيس because light rays light rays أشعة الضوء بتسقط because the light rays بتنعكس في نفس الاتجاه reflect in the same direction، بتنعكس في نفس الاتجاه. ماشي يا ولاد، بتنعكس في نفس الاتجاه. ليه؟ برضو ممكن أزود
as the surface is smooth ناعم and shiny. اوكي طيب آخر سؤال عندنا هنبص للصورة. أنا شايفة في الصورة إيه؟ شايفة في الصورة العربية، وشايفة العربية دي هنا واقفة في المكان A، وأسفل المنحدر اسمه B، يبقى فوق خالص اسمه A وفي الأسفل هنا اسمه B. طيب بيقول the position A، المكان اللي أنا هسميه يا إما A يا إما B، ماله؟ has more kinetic energy. يا ترى فين اللي يكون فيه أعلى طاقة حركة؟ أعلى طاقة حركة. فأنا طبعا عارفة إن أعلى طاقة حركة بتكون تحت. افتكر الرولر كوستر بتكون تحت مش فوق، لأن اللي فوق ده بيكون متأثر أكتر بالبوتنشال انرجي، لأن كل ما بعلى كل ما البوتنشال بتزيد، لكن وأنا نازلة هنزل بسرعة فالكاينيتيك انرجي هتزيد. يبقى أنا هكتب هنا the position B هو اللي هيكون more kinetic energy. طب مين بقى اللي more potential energy؟ طبعا البوزيشن E. برافو عليك. وبكده أكون خلصت كل الأسئلة اللي إن شاء الله بإذن الله هتيجي منها في امتحان شهر نوفمبر. ركزوا يا جماعة على الأسئلة دي كويس، وذاكروا البي دي اف ده اللي أنا حليته معاكم، لأن فيه كل الإجابات وكل الشرح في المفهومين أو في الجزء اللي عليكم في امتحان شهر نوفمبر. وبتمنى لكم كل التوفيق، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يا سنة رابعة، وشد حيلكم كده علشان خلاص مبقاش فاضل اي حاجة على امتحان نص الترم. يلا مع السلامة.